أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. أمطار رعدية وفيضانات قوية تضرب المغرب وتخلف أزيد من 21 حالة وفاة. تعليق الدراسة بالمغرب بسبب سوء الأحوال الجوية. نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية تحذر المغاربة من أمطار رعدية قوية وثلوج كثيفة بالمغرب. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، شهد إقليم أسا مساء اليوم الأحد تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن تساقطات رعدية شديدة أدت خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز ساعة واحدة إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأفادت السلطات المحلية أن الحصيلة المؤقتة إلى حدود الساعة أسفرت عن تسجيل 21 حالة وفاة، فيما تم إسعاف 32 شخصا آخر يخضعون حاليا للعناية الطبية بمستشفى محمد الخامس بالمدينة. وعلى صعيد الخسائر المادية، عرفت مدينة أسا أضرارا متعددة تمثلت في غمر مياه الأمطار لما يقارب 70 منزلا ومحلا تجاريا في المدينة القديمة، خاصة في شارع بئر أنزران وساحة أبو الذهب. كما جرفت السيول حوالي 10 سيارات. وتضرر المقطع الطرق الرابط بين أسفي ومركز جماعة أحرار على الطريق الإقليمية 2300، ما أدى إلى انقطاع حركة المرور بعدة محاور على مستوى المدينة. في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، باشرت السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية مختلف التدابير الطارئة مع تعبئة شاملة للوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لضمان التدخل الفوري ومساعدة المواطنين المتضررين. وتشمل هذه الجهود البحث عن مفقودين محتملين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكة الخدمات الأساسية بالإقليم. وأكدت السلطات المحلية أن العمل ما زال مستمرا لتقييم الأضرار الكاملة وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين الذين تضررت منازلهم وأعمالهم التجارية، مع الحرص على ضمان سلامة الجميع في ظل هذه الظروف المناخية القاسية. وفي خبر آخر، قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بأسفي تعليق الدراسة يوم غد الاثنين 15 دجنبر 2025 بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالوسطين الحضري والقروي. وأفادت المديرية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن هذا القرار يأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية وبناء على التحذيرات الصادرة في النشرة الإنذارية، حرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية. كما يأتي القرار في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها مدينة أسفي منذ مساء الأحد عقب تساقطات مطرية قوية لم تدم سوى ساعات قليلة، لكنها تسببت في سيول وفيضانات غمرت عددا من الأحياء والشوارع وأربكت حركة السير. ويأتي تعليق الدراسة في سياق ارتفاع الحصيلة الرسمية للضحايا إلى 21 حالة وفاة، وإلى حدود الآن وفق ما أعلنته السلطات المختصة، وسط مؤشرات واضحة على تهالك البنية التحتية وعجز شبكة تصريف المياه عن استيعاب كميات محدودة من الأمطار، ما أدى إلى تفاقم الأضرار البشرية والمادية التي شهدتها المدينة. كما اضطرت الجهات المختصة بإقليم ورزازات إلى اتخاذ قرار تعليق الدراسة يوم غد الاثنين بعدد من المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية التساقطات الثلجية الكثيفة التي تسببت في تراكم الثلوج على الطرق والمسالك الجبلية، ما جعل التنقل يشكل خطرا حقيقيا على التلاميذ والأطر التربوية. ويأتي هذا الإجراء في سياق التدابير الاحترازية الهادفة إلى ضمان سلامة التلاميذ والأطر التعليمية والإدارية في ظل موجة برد وتقلبات جوية استثنائية يشهدها الإقليم خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية التي تعرف هشاشة على مستوى البنية الطرقية. وحسب مصدر مسؤول لجريدة العمق، فإن إمكانية تمديد تعليق الدراسة إلى غاية يوم الأربعاء تبقى مطروحة، خاصة بعد صدور نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تنبه إلى استمرار التساقطات الثلجية وسوء الأحوال الجوية بعدد من مناطق إقليم ورزازات.
وفي هذا الإطار دعت الجهات المعنية آباء وأمهات وأولياء التلامذة إلى التحلي بالحيطة والحذر وضرورة متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المصالح المختصة إلى حين تحسن الظروف الجوية وفتح المسالك الطرقية بشكل يضمن عودة آمنة إلى الدراسة. ومن المرتقب أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص استئناف الدراسة أو تمديد فترة التعليق بناء على تطور الوضع الجوي ومعدل تدخل فرق فتح الطرق، وذلك بتنسيق مستمر بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسلطة المحلية بما يراعي سلامة الجميع ويضمن استمرارية العملية التعليمية في ظروف ملائمة. وفي خبر آخر، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل أمطار قوية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية قوية ابتداء من اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل أمطار قوية من 20 إلى 40 ملم بعمالة أقاليم فيغيك الرشيدية السفيس دبنول جديدار حمنا بركان ناظور، وذلك اليوم الأحد من الساعة 5:30 مساء إلى 11 ليلا. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1600 متر من 50 إلى 60 سنتيمتر بعمالة أقاليم الحوز الظلال وورسزات، ومن 30 إلى 50 سنتيمتر بعمالة أقاليم شيشة وتنغير تارودانت ميدلت وخنفرة وبن ملال، ومن 10 إلى 30 سنتيمتر بعمالة أقاليم إفرانس فرو بولمان، وذلك من يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 12 ليلا إلى الأربعاء المقبل على الساعة 12 زولا. كما يرتقب تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية من 40 إلى 60 ملم بعمالة أقاليم الحوز الظلال بن ملال خميسات بن سليمان وسطات وتمارا صخيرات سلاب الرشيد خنيفرة وقريبكا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 11 ليلا. ويرتقب كذلك تسجيل رياح عاصفية قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالة أقاليم الحوت تارودانت ورزازات وزاكورا طاطا تيزنيت سيدي إفني وقلميم، وذلك من يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 6 صباحا إلى الأربعاء المقبل على الساعة 6 صباحا. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.